هو خليل سؤاله يعني دايركتلي بيمشي على انه الوقايه كيف؟ ايوه زي ما نقول الوقايه خير من العلاج. نعم. فالوقايه اهم حاجه بالنسبه للمريض بتاع الاكزيما يا جماعه. اول حاجه زي ما بنقول تبعد من الحاجات الاساسيه، لو انت عارف اني بتجيني من حاجه انا ابعد منها، دي في حد ذاتها وقايه. الحاجه الثانيه انه البشره لازم تكون او الجلد لازم يكون دائما في حاله بتاع الترطيب. انت توضيت بعد كل وضوء خلي دائما بقول للعيال خلي جنبك بشكير تنشف رجلك ومسحها. احنا هنا عندنا مفهوم برضه خاطئ جدا يا بروف، انه احنا عندنا الراجل السوداني ما بيتمسح. ما بيتمسح وده متعبني جدا في العلم، يقول لك مسح بيشوف انه زي اللي بتقلل من قيمته او كده، انا اتمسح كيف؟ طيب ما هي دي مشكله اساسيه، انه يا جماعه المسيح ده ما حاجه تجميل، دي حاجه اساسيه في بشره الانسان، لان احنا بلدنا جافه. ودي علاج يعني. بالضبط كده. وبعدين احنا بلدنا جافه وده علاج ليك انت عشان تمنع ان القصه دي ذاتها تجيك لقدام. الحاجه الثالثه دائما ولكن ليه ما يتمسح؟ والله هو في مفهوم كده عندنا في السودان الراجل ما بيمسح بتاع النسوان. فيا ريت يا جماعه الناس تغير المفهوم ده شويه. الحاجه الثانيه لما مشكلتنا لنا اثنين بنات يعني يشجع المسيح كله بالجميع. فالحاجه الثالثه يا جماعه برضو الحمام، اي مريض بتاع اكزيما دائما بنقول لهم ما تستحموا بصابونه فيها ريحه. في صوابون معينه في السوق موجوده للناس الاكزيما بس لانها بتعمل ترطيب. ايوه. فانت دائما صابونتك دي تخليها جنبك اللي هي دي صابونتك تحت الاكزيما، ما اي صابونه. الصوابين الثانيه يا جماعه بدون ذكر اسامي كلها فيها روائح عاليه جدا وفيها تحسس عالي جدا. الحاجه الرابعه برضه يا جماعه اي زول بعد ما انتهى من الحمام لازم ينشف جلده، والكريم بتاع المسيح الفازلين او زيت السمسم خليه معاك في الحمام، ما في داعي انه الناس تحطه جوا في الاوضه، لان انت اساسا البشره وفيها بواقي الماء لما تيجي تمسي عليها بتعمل ترطيب جيد لانه بتحبس المويه جوا الجلد. أيوة. فبالتالي بتعمل ترطيب. يعني اهم شيء عندنا الترطيب بس الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب، والفازلين ده بيرطب ويخلي الجسم لين بالضبط كده وبيمنع المرض.